يا صباح الفل، يا صباح الياسمين، يا صباح احلى اخوات، احلى متابعين، احلى فانزات. ما يلا نصلي بينا على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. فيديو جديد وفي يوم جديد وفيديو مليان بالحب والتفاؤل والامل. فيديو كده جرعه نشاط وحماس. فيديو اقتصادي حلو قوي قوي وموفر. وفي غدانا بسيط جدا النهارده، في وسط حلويات، في وسط حب كده وتفاؤل وامل. وما يلا نصلي بينا على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. غدانا النهاردة كان بسيط جدا جدا. خليكم معايا في قلب الفيديو، اوعي تروحي في حتة يا ست الكل. لو عجبك الفيديو ما تنسينيش بقى بكومنت حلو كده ولايك واشتراك وتنوريني في القناة وتطبقي التاج على راسي من فوق. بشكر كل اخواتي واهلي واصحابي وفانزاتي اللي بيشاهد الفيديو من الاول للاخر. ربنا يكبر بخاطركم، ربنا يكبر بخاطرنا ولادنا في الشهادة الاعدادية يطلعوا مكبورين الخاطر يا رب العالمين. ربنا يوفقهم يا رب بإذن الله. كل سنة وانتم طيبين، كل سنة واحنا بخير وبسعادة، وكل يوم يعدي عليكي بخير وبسعادة في وسط ولادك وفي وسط عيلتك وفي وسط أهلك وأحبابك وصحابك وأخواتك. ربنا ما يحرم حد أبدا أبدا. فيديو حلو أوي أوي يا بنات، هنستفاد منه حتى لو معلومة بسيطة. أنا ما بعملش أكل بالنيابة عن نفسي دلوقتي. أنا كنت زمان وهم ولادي صغيرين كنت بعمل أكل بمزاج انا. يعني مثلا ايه، وكنت بحاول افهم الاطفال عايزه ايه، بياكلوا ايه، بيشربوا ايه، بياكلوا ازاي، ايه بيحبوه، ايه ما بيحبوش. فضلت امشي مع ولادي لغايه ما فهمت هما الحياه ماشيه معاهم ازاي. لحمه صحيحه ما بياكلوهاش، اللي هي لحمه في الطبيخ. تمام. وصلتوا معايا لغايه هنا؟ خليكم معايا لحظه بلحظه، واوعي تخرجوا من الفيديو هتستفادي منه حتى لو بمعلومه بسيطه. خلاص انا فهمت ولادي ما بياكلوش اللحمه. تمام. باعمل إيه بقى، باصنّف اللحمة دي أشكال. مرّة أعملها همبرجر، مرّة أعملها حواوشي، مرّة أعملها كفتة، مرّة أعملها في المكرونة البشاميل، مرّة أعملها في الجلاش. يعني أنا باصنّفها. تمام. يعني ما بامنعهاش، لأ إحنا بناكلها، بس بناكلها في كذا شكل. تمام. خليكي معايا اوعي تخرجي من قلب الفيديو، هو طويل بس والله هيعجبك وهتستفادي منه. الحاجة اللي بيحبوها ابتديت اعملها لهم، بس بصنفها لهم، يعني بمشي معاهم واحدة واحدة بالتأني. كنت الاول اعمل اللحمة دي بالطبيخ تقعد عندي 3 4 ايام، وفي الاخر كنت بقى يعني كنا لسه برضو صغننين مش فاهمين الحياة، يعني مش صغيرين قوي يعني. مش فاهمين الحياة ازاي، مش فاهمين الدنيا مدركة ازاي ماشية ازاي. يعني فضلنا نمشي مع ولادنا واحدة واحدة لغاية ما اتأقلمت. هما ولادي عايزين ايه، ولادي عايزين ايه، تحولي البيت ده مطعم. تعملي ايه يعني زي مطعم، تجيبي لهم من هنا بيتزا، من هنا همبرجر، من هنا كنتاكي. يعني تمشي معاهم خطوة بخطوة. تمام. تجيبي لهم بتاع الكباب في البيت ماشي. يعني احنا هم الولاد عايزين كده او البنات دلوقتي. يعني كل حد الجيل اللي طالع ده عايز الحاجات مصنفة، عايز الحاجات اشكال. يعني مش عايزك ايه الطبيخ والاكل بتاع زمان ده. ربنا يصلح حالهم ويهديهم. وانا اتأقلمت خلاص مع الحياة واتأقلمت مع الولاد. 18 سنة. يعني جواز فهمت ايه بقى الولاد عايزين ايه ومش عايزين ايه. ربنا يديم الصحة والمحبة. هي ربنا بقى سلسلة كده دايرة مع بعضينا، وقصة دايرة مع وسط ولادك. دايما معمرة في وسط ولادك وفي وسط بيتك وفي وسط أهلك. وربنا ما يحرم حد من أمه، وربنا ما يحرم حد من الضنا. ربنا يخلي كل أم شقيانة على عيالها وكل أب شقيان على عياله. احنا في الأول عملنا غدانا همبرجر. يعني احنا بنقول لكم بنصنف اللحمة بندخلها في كذا حاجة. تمام. تمام يا بنات، تمام يا ست الكل. خليكي معايا وركزي كده على الفيديو بتاعنا النهارده، حلو قوي. هتستفادي منه حتى لو بمعلومة بسيطة، يعني في وسط ولادك كده. ايه، هتشوفي احنا استفدنا منه ازاي. يعني ايه، صنفنا منه كذا حاجة للولاد. اللحمة دي بتخش في كذا حاجة. تمام. احنا النهارده قصتنا ايه عن اللحمة وعن ايه كل حاجات ايه في بيتنا. والنهارده برضو قلنا ايه، نفرفش عليهم كده بقى. خلاص بقى طالما حولنا البيت مطعم بقى وظبطنا الدنيا، نعمل لهم ايه حاجة حلوة. ايه حاجة حلوة برضو، جلاش. كان عندي ورق الجلاش في التلاجة، قلت لها خسارة بدل ما تبوظي تعالي اعمل لك بقى ايه جلاش حلو كده. مش هيقول حاجة الولاد ايه، هما في اجازة. طالما هما في اجازة بقى وفي شغلهم مع باباهم،
ربنا يهديهم ويصلح حالهم. قلت لهم بقى تعالوا اعمل لكم ورق الجلاش كده حلوه. وكان عندي برضو كنيفه. تمام. شوحتها برضو، مش شوحتها، بحطها في الفرن على معلقه سمنه كده، على معلقه سكر بودره، وايه، واسيبهم في الفرن. كل ما تحمر اطلعها تهدى شويه، افركها واروح ايه، حطها في الفرن تاني تاخد لون تاني. يعني بحاول برضو، بس ايه، تبقى عينيك مبشرة. كل شويه كنت بطلعها واشوفها، اطلعها واشوفها، واروح ايه، كنت بدهن بقى ال نسيت والله. الحمد لله على كل حال. كنت بدهن الجلاش كده رق سمنه كده بسيط على الماشي. دورت على الفرشه، معرفش راحت فين. في الاخر انس جابها لي من الدرج، قال لي اصل مروان يا ماما مش عارفه كان بيعمل ايه واتحرقت مني. خير خير، انا بقول لكم ولادي خير، ربنا يهديهم ويصلح حالهم، ربنا يكرمهم يا رب. خلاص مش مشكله، بقيت ادور على اي حاجه كده ادهن بيها السمنه. هتشوفوا ايه، قطعت كنت جايبه لانس في عيد ميلاده تورته، وقطعت التورته. قطعت، بقيت ادهن بيها. اللي لقيتها جابت معايا، يعني المعلقه مش مجازفه معايا. السكينه بتاعت التورته دي عشان بلاستيك عامله زي الفرشه، هي اللي جازفت معايا في دهن السمنه على الجوليش. تمام. خلاص لو وصلت لغايه هنا وعجبك الفيديو، متنسيش بكومنت حلو ولايك واشتراك تنوروني في القناه، وتبقي دايما تاج على راسي من فوق. واشكرك اوي 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 كل ام واخت واخ دخلوا لي القناه واشتركوا لي واتفرجوا على الفيديو من الاول للاخر. ربنا يبسط قلوبكم ويرضيكم ويديكم بما تتمنوا. خلاص تمام. احنا بقى ايه، ما شاء الله الورقه حجمها بتاع نص كيلو. خلاص انا بدهنها، يعني عملت معايا كتير ما شاء الله، يعني هي كفت معايا. خلاص يا بنات، خلاص يا ست الكل، وتعالوا اتفضلوا معانا بألف هنا وشفا على عيونكم وعلى قلوبكم. الحاجة اللي ولادك بيعملوها بيحبوها اعمليها. تمام. او بصوا بقى، قطعت ما شاء الله. بصوا بقيت ازنق والله الجلاش من كبر ورقة الجلاش. او هقطعه بقى معاكم صوابع كده. وحاجة حلوة موفرة في بيتنا واقتصادية وعلى قد الإيد. رمضان داخل على الأبواب، رمضان بيحب إيه، الحلويات، رمضان بيحب العصاير، رمضان بيحب التوفير. رمضان بقى إيه، في القطايف ملوش مثيل. القطايف بقى بتاعت رمضان دي بيبقى لها طعم تاني، وبتبقى حاجة تاني، بتبقى أحلى. يعني أنا عندي أول يوم رمضان ما شاء الله، يعني بيستنوا القطايف. والقطايف دلوقتي بقت متوفرة في كل المحلات بتاعة الحلويات والله. بس هي بقى بيبقى ليها طعم وريحة وبتبقى جميلة كده اما بتعمليها بالسوداني والكنافة، ولو عندك مكسرات بتحشيها بيها بيبقى لها طعم تاني. تمام. خلاص اهو احنا لغايه وصلنا لغايه هنا اهو، بقى بالسكينه بتاعت التورته، او بقى هدم بيها عقبال ما ايه انزل اشتري فرشه تاني. لقيتها محروقه والله، والله بصيت لها واتصدمت كده، قعدت حطيت ايدي على خدي وبصيت لها وبقيت اضحك، هعمل ايه. اتحطيت قدام الامر الواقع، ربنا يهديهم ويصلح حالهم. يقول لي يا ماما اصل كنت عايزه اعدل البتاعه وبسيحها، راحت ساند بيها. ربنا يهديك يا ابني. او بصوا بقى شايفين، او دهنتي بقى حته سمنه. هقول لكم يا جماعه دي مش سمنه، انا بحوش القشطه. وبصوا انا مسيحاها حتى، بحوش القشطه بتاعت اللبن مره على مره. وعملت كوبايه كبيره وسيحتها وادتني القوام ده والكميه دي. بصوا بقى، سمنه بلدي طبيعي 100%. ما تقوليش بقى سمنه بلدي مغشوشه، سمنه بلدي مش اللي هي المزارع، لا انا معايا سمنه بلدي بلدي طبيعي 100%. والله العظيم. بصوا انا اللي عامله السمنه دي على ايدي، وهعملها معاكم مره واتنين ان شاء الله باذن الله. انا كل يوم بجيب كيلو لبن او نص كيلو لبن حسب ما بيبقى متوفر معايا. تمام. وايه، بشيل القشطه كل يوم في كوبايه كده. واحطها في قلب ايه، باب الفريزر. حتى كوبايه ايس كريم بتاعت الولاد كده بلاستيك بشيل فيها.
وباخدها اسيحها، بعمل بيها الرز، بعمل بيها كنافة، بعمل بيها اي حاجة بتدي طعم تاني غير الزبدة اللي احنا بنشتريها دلوقتي. هي عامة اي زبدة نازلة دلوقتي هي مزارع، 90% مزارع، بس الا سمنة القشطة. اهو بقى بصوا، كنت عاملة السيرب قوامه حلو ومظبوط بارد، والجلاش بقى سخن وهنزل عليه بقى اهو. وعملنا بقى الحلو بتاعنا اهو يا بنات. وده كان اليوم بتاعنا النهارده. يعني هو فيديو طويل بس حلو والله، وبندردش مع بعض، وبشكركم قوي قوي على حسن استماعكم للفيديو. تمام يا بنات، تمام يا ستي الكل. اهو بقى انا حطيت السيرب عليه اهو، وهسيبه وهغطيه شويه كده واسيبه 10 دقايق، وبعد كده هقدمه لهم. وبألف هنا وشفا على عيونهم وعلى قلوبهم. تعالوا بقى اتفضلوا معانا. جلاش بقى روايح رمضان الجميلة هلت والله. ونزلت اجيب حاجة من العتبة. يا خرابي على حاجات رمضان وزينة رمضان. اللي عايز يجيب حاجات رمضان ينزل العتبة المسكي. عند حاجة رمضان نازلة تحفة تحفة. ربنا يدي كل حد محتاج ويجيب اللي نفسه فيه. وكل سنة وانتم طيبين وولادكم بخير واهلكم بخير. لو عايزين فوانيس، عايزين زينة رمضان، عايزين حاجة رمضان، في شارع المسك ده جميل جدا 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 تحفة. خلصنا بقى الغدا، خلصنا الحلويات. جمال البوتاجاز بقى، اديله ادي يا ام احمد. انا ما بحبش بوتاجازي كده كده، لا. تمام، تمام يا ستي الكل. قبل ما انام مسكت خليت مطبخي ده زي الفل. ما نامش ومطبخي كده ما ينفعش. لا لا لا، يعني مش هتبقي نايمة مرتاحة، مش هتبقي نايمة مبسوطة، لا. انا الشقة برا والله زي الفل. بس بقى مطرح ما وقفت عملت غداية وعملت الحلو. طبعا يعني عسل، يعني كنافة واقعة مني غصب عنك. يعني الدنيا متبهدلة حواليكي، ما ينفعش. خلاص يا بنات، خلاص يا ست الكل. هعمل مسكت البوتاجاز ومسكت الدنيا، خليت المطبخ معاكم هوريكم. حتى الرخامة كان واقع عليها برضو كنافة غصب عنك، وانتي بتعملي طبعا ايديكي بتبهدل كده كده، والدنيا هتتلم معاكي. وقولوا لي ايه رأيكم بقى في الفيديو النهارده؟ طويل وممل صح ولا لا؟ ان شاء الله والله العظيم يا ستي الكل هتستفادي منه حتى لو بمعلومة بسيطة. بشكركم من كل قلبي، من كل روح معنوية مع بعضينا، ودايما متجمعين مع بعض. كل اخ واخت وام دخلوا لي في القناة، ربنا يسعد قلوبكم. تمام اهو يا بنات. مسكتي بقى البوتاجاز عشان العسل لو انت سبتيه وجيتي ولعتي عليه مثلا البوتاجاز تاني يوم او في نفس اليوم، هيحرقلك الاستانلس بتاع البوتاجاز. اهو يا بنات هخليه معاكم بقى زي الفل اهو. وقولوا لي ايه رايكم بقى في الكومنتات. بصي بقى يا ستي الكل، هتخلي مطبخك زي الفل، هتنامي زي الفل، هتبقي راحه نفسيه كده. هتحسي ان انت نفسيتك مرتاحه والدنيا معاكي تمام. يعني مش قلقانه، لا ده انا المطبخ مش نضيف، ده انا حاجتي مش نضيفه، لا ده انا ورايا هم ورايا، لا. يعني حاولي روتين كده خفيف، واستعيني واستغفري ربنا، واستعيني بالله ونعم بالله عليه العظيم. هتلاقي امورك والله مشيت والدنيا بقت زي الفل. وربنا يديك الصحة والعافية تقدري تعملي، وربنا يوفقك وتقومي تعملي حاجتك، وربنا يديك الصحة يا ست الكل. خلاص يا بنات، خلاص يا ست الكل. وادي كان الفيديو. بصوا البوتاجاز ما فيهوش اي حاجه، يا دوبك مسحنا مكان العسل ومكان ما عملت الهمبرجر. وزي ما انتوا شايفين برضو الرخامه. بصوا بقى، انا سيبني كانت المدرسه عامله له علم مصر. تحيا مصر، دايما مصر حره باذن الله. تمام يا بنات، تمام يا ست الكل. زي ما انتوا شايفين كده بقى، كنت اتغدينا وعملت لي كوبايه قهوه وانا واقفه كده اهو. هتعملي كوبايه شاي، كوبايه قهوه اهو يا بنات، وتلمي بقى الحاجه حواليكي. بصوا بقى السكريه دي من ايد امي الله يرحمها. بصوا يعني انا بحب احافظ على الحاجه ازاي. برشام القولون، بقول لكم القولون خلاص. العصبيه مع ولادي جابت لي القولون يا جماعه. ادعوا لي ربنا يشفيني من كتر العصبيه القولون. القولون ده مبهدلني قوي قوي والله. الحمد لله على كل حال. ربنا يشفي كل مريض يا رب، ربنا ما يجيب لحد حاجه وحشه.
تمام. خدت بقى حواليا كده الرخامة بالسيراميك اللي كان عريان قدامي. خلاص بقى هتلاقي الدنيا معاكي زي الفل، مش مفيش اي تعب ولا اي افتكاسات. واقفين كده حوالين نفسنا بنقرا قرآن، تقول لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، هتلاقي امورك مشيت قوي 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 معاكي. والله العظيم انا برضو كان حصل معايا النهارده فصل هحكي لكم عليه، بس قبل ما الفيديو يخلص. والله انا كان ضايع مني الصبح حاجة، والله يعني حاجة يعني، وفضلت ادور عليها وكنت محتاجاها جدا جدا. ايه اللي كانت ضايع مني؟ حطيت بطاقة التومين في حتة ونسيتها، نسيت انا حطيتها فين. فضلت اقلب على الدنيا والله ما بانت الا لما قريت قرآن، وقلت لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، يا رب قربها، ولو قدامي قربها لي، لو وقعت مني خلاص نصيبها. انا قلت وقعت مني عشان انا كنت في السوق وبفتح الكيس وقع مني، يعني بفتح السوسته وقع من ايدي ولميت الحاجه اللي وقعت. انا قلت بقى اتنطرت مني في الشارع، والحمد لله الحمد لله بقرا قران لقيتها قدام عيني. والله العظيم يعني بصوا، يعني القران ده بيقرب لنا حاجات كتير وبيقرب لنا وبيريح النفسيه. والحمد لله على كل حال، وبشكركم أوي أوي على متابعتكم ليا وحسن استماعكم ليا. وادي الفيديو بتاعنا اهو جميل، فيديو جميل النهارده هيعجبك يا ست الكل. روتين سهل كده وبسيط، هتنامي بقى وحاطه دماغك على المخده وانت نفسيتك مرتاحه ومطبخك زي الفل وشقتك زي الفل. ربنا يديك الصحه والعافيه وتقدري تعملي حاجتك وتسندي نفسك بنفسك. ربنا ما يحوجك لحد ابدا ابدا. وادي شكل الفيديو بتاعنا في النهاية، وقولوا لي ايه رأيكم في الكومنتات. شكرا أوي أوي لمتابعتكم ليا، وما تحرمش منكم يا رب. وعايزة تعليقات كتير، عايزة مشاهدة كتير. اهو يا بنات، اهو يا ست الكل، شايفين بقى البوتاجاز زي الفل ازاي. ومع السلامة.